السعودية الجديدة لن تتهاون بعد اليوم. القيادة الشابة في المملكة تسير بخطى ثابتة لقصم ظهر من يعبث بأمنها وتحالفاتها. فقد عاد ترامب للسلطة في الولايات المتحدة، وهو أكبر حليف للمملكة العربية السعودية، وقد تم وضع الخطط في المملكة والهدف إزاحة السيسي من السلطة. وسيتم تنفيذ هذا المخطط بعد توقيع السعودية لاستثمارات ضخمة في الولايات المتحدة الأمريكية، استثمارات بقيمة 600 مليون دولار. في هذا الوثائقي نرصد لكم سبب عزم السعودية على الإطاحة بعبد الفتاح السيسي والأساليب المقترحة لخلع هذا النظام المتهالك. الصراعات السياسية والتحالفات المتغيرة في الشرق الأوسط تلوح في الأفق. السعودية جادة لتغيير النظام في مصر، مستندة إلى دعم أمريكي غير مسبوق من الرئيس الحالي دونالد ترامب. هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية المملكة العربية السعودية لإعادة تشكيل الخريطة السياسية للمنطقة بعد سنوات من التوتر مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يعتبر حليفا تقليديا للإمارات. ولكن ما يزيد الأمر تعقيدا هو الدور الإماراتي الذي يقف خلف العديد من القرارات المصرية، مما يجعل الصراع بين الرياض وأبو ظبي محورا رئيسيا في هذه المعادلة. بدأت القصة مع رفض السيسي تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وهي القضية التي أثارت غضب الرياض وأظهرت تصلب الموقف المصري. وعلى الرغم من أن السيسي وافق في البداية على تسليم الجزيرتين ضمن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، إلا أن الضغوط الشعبية والقضائية داخل مصر أجبرته على التراجع. ولكن ما لم يعلن عنه هو أن الإمارات وتحديدا محمد بن زايد كان له دور كبير في إقناع السيسي بعدم تسليم الجزيرتين. فقد رأى بن زايد في هذه الخطوة فرصة لإضعاف النفوذ السعودي في المنطقة وتعزيز مكانة الإمارات كقوة إقليمية صاعدة. بالإضافة إلى ذلك تعتبر إدارة السيسي للبلاد مصدرا آخرا للتوتر، فمصر تعاني من أزمات اقتصادية حادة وارتفاع معدلات الفقر وتراجع الحريات السياسية، مما جعلها عبئا على حلفائها بدلا من أن تكون شريكا فاعلا. السعودية التي تسعى لقيادة تحالف عربي موحد لمواجهة التحديات الإقليمية ترى أن السيسي يعرقل هذه الجهود لصالح محمد بن زايد الذي يعتبر المنافس الرئيسي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وإليكم سيناريوهات خلع السيسي. انقلاب عسكري من داخل الجيش المصري. الجيش المصري هو العمود الفقري للنظام الحالي، ولكن قد تكون هناك أجنحة داخل المؤسسة العسكرية غير راضية عن أداء السيسي. في هذا السيناريو يمكن أن تحدث تحركات داخلية مدعومة من السعودية وأمريكا للإطاحة بالسيسي وتنصيب قائد عسكري موال للرياض. ضغط أمريكي مباشر لتنحي السيسي. قد تلجأ الولايات المتحدة إلى استخدام أدوات الضغط الاقتصادي والسياسي لإجبار السيسي على التنحي. هذا السيناريو يعتمد على قدرة ترامب على حشد الدعم الدولي لعزل السيسي مع تقديم ضمانات للجيش المصري بعدم المساس بمصالحه. ثورة شعبية تطيح بالسيسي. مع تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في مصر قد تشهد البلاد موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية التي تطالب برحيل السيسي. في هذه الحالة يمكن أن تدعم السعودية هذه الحركة الشعبية وتعمل على توجيهها نحو تنصيب زعيم موال لها بدلا من الإمارات.
اغتيال سياسي أو حادث مفتعل. في سيناريو أكثر إثارة، يمكن أن يتم التخلص من السيسي عبر حادث مفتعل أو عملية اغتيال سياسي يتم تصويرها على أنها عمل إرهابي أو حادث عرضي. هذا السيناريو سيفتح الباب أمام قيادة جديدة موالية للسعودية. تفكيك النظام من الداخل. قد تعمل السعودية على تفكيك النظام المصري من الداخل عبر دعم شخصيات سياسية وعسكرية معارضة للسيسي وتشجيعها على التمرد ضد قيادته. هذا السيناريو يعتمد على خلق تحالفات داخلية تضعف من سلطة السيسي بشكل تدريجي، ولا يمكن فهم هذه المعادلة دون النظر إلى الدور الإماراتي الذي أصبح لاعبا رئيسيا في المشهد السياسي المصري. محمد بن زايد يعتبر العقل المدبر وراء العديد من القرارات المصرية، بما في ذلك قضية جزيرتي تيران وصنافير. فقد أدرك بن زايد أن إبقاء السيسي في السلطة يخدم مصالح الإمارات، حيث يعتمد السيسي بشكل كبير على الدعم المالي والسياسي من أبو ظبي. ولكن السيسي يحاول أيضا استغلال هذا الوضع لصالحه، فهو يطلب مزيدا من الدعم المالي من السعودية، مع علمه أن الرياض لن تتردد في تقديم الأموال إذا شعرت أن ذلك سيضعف النفوذ الإماراتي في مصر. وأما ترامب والذي تربطه علاقات وثيقة بولي العهد السعودي لن يتردد في دعم أي خطوة تضعف السيسي. وقد اشترى محمد بن سلمان دعم ترامب بعقود استثماراتية ضخمة بلغت قيمتها 600 مليون دولار، مما جعل العلاقة بين الرجلين أقرب إلى تحالف استراتيجي يخدم مصالح الطرفين. فترامب الذي يعرف بسياساته الواقعية يرى في السيسي زعيما فاشلا لم يستطع تحقيق الاستقرار في مصر، بل زاد من تعقيد الأوضاع الإقليمية. ولذلك فإن دعمه لأي خطة سعودية لتغيير النظام في مصر ليس بعيدا عن التصور، خاصة أن ترامب يرى في محمد بن سلمان حليفا قويا يمكن الاعتماد عليه في تحقيق المصالح الأمريكية في المنطقة.